هنتكلم عن مشاكل منصة مصر الرقمية في تعليمات سكن لكل المصريين. للأسف كل شوية بتظهر مشكلة وبتقابل الناس إن هي مش عارفة تسجل، إن هي بتقف في خطوة معينة، إن هي بتيجي مثلا تشتري كراسة لا يمكنك شراء كراسة الشروط والسبب قوائم. فإحنا بنحل لكل مشكلة فيديو بننزله على القناة. فانت لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان اي مشكلة بنحلها او بنلاقي لها حل بننزل لها فيديو على القناة. حابب تتعلم؟ تابعنا على اليوتيوب. سيد احمد سيكا دايما عنده المطلوب، كل جديد فمشكلة النهاردة اللي هي جت لناس وهي بتشتري كراسة لا يمكنك شراء كراسة الشروط وسبب قوائم. للأسف في شكاوى كتير جت لنا من الناس إن هي مش عارفة تشتري الكراسة والسبب قوائم ومش عارفين إيه السبب، وفي ناس بدأت تبحث عن السبب ومش عارفة برضك توصل لحل، وفي ناس عملت شكاوى بتاع ومش عارفة توصل لحل. بس خلينا عشان نوصل يعني نقول السبب نرجع ورا شوية لما الرسائل بدأت تيجي للناس على الموبايل سواء خارج الأولوية أو غير منطبق أو داخل الأولوية. كان في ناس بيجيلها على الموبايل داخل الأولوية وتدخل على الموقع تلاقي إنها خارج الأولوية، وكان في ناس تانية بيجيلها العكس على الموبايل خارج الأولوية وعلى الموقع داخل الأولوية. فكنا بنقول إذا جاتلك الرسالة من صندوق الإسكان فلازم تطبقها على الموقع، لازم نفس الرسالة اللي جاتلك على الموبايل تكون هي نفس الرسالة اللي على الموقع. اشتركوا في قناة سيد أحمد سيكا، هتستفيدوا كتير. هتتعلم إزاي تقدم على أي خدمة حكومية أو غير حكومية من بيتك، وكمان إزاي تكسب فلوس وانت قاعد في البيت. فجينا بقى نشتري كراسة من مصر الرقمية، فجينا عملنا الحساب وكله تمام. الناس اللي خارج الأولوية فجيهم يقدموا على الموقع اللي هو الإعلان التكميلي، فكان الشرط إذا كنت عاوز تكمل اسحب فلوسك قبل 30/6 الأول وبعد كده كمل. فالناس بدأت تظهر رسالة ليها لا يمكنك شراء كراسة الشروط والسبب قوائم. فده بعد البحث لقينا حاجة من الاتنين، يا إما حضرتك كنت داخل الأولوية وسحبت فلوسك، أو حضرتك مرفوض أساسا، وده معناه إن حضرتك بتقدم لأول مرة. يعني إذا حاولت تشتري كراسة محافظات تحت الإنشاء مش مدن جديدة هتلاقي الموضوع بيكمل معاك مفيش مشكلة بدون الرسالة اللي هي اللي كانت بتجيلك لا يمكنك شراء كراسة الشروط وسبب قوائم. ليه؟ لأنك أنت حضرتك داخل الأولوية وسحبت فلوسك فبالتالي خرجت. فلما تيجي تقدم هتقدم أكنك أول مرة، وكذلك اللي هو مرفوض ده بيقدم أول مرة فبالتالي مش هينفع يشتري الكراسة اللي هي سكن لكل المصريين 5 اللي هي الإعلان التكميلي، فكده هيشتري اللي هي مدن محافظات تحت الإنشاء. لو حضرتك جربت الطريقة دي هتلاقيها ماشية معاك تمام ومش هتظهر لك الرسالة. طب عرفنا منين؟ لما جات لنا شكاوي من الناس بدأنا ندخل على موقع الصندوق الاجتماعي، لقينا إن في ناس كانت خارج الأولوية وعلى الموقع داخل الأولوية، فبالتالي سحب الفلوس إن هم خارج الأولوية لكن هم للأسف كانوا داخل الأولوية، وناس كانوا خارج الأولوية وعلى الموقع مطابق وداخل الأولوية، وده بسبب لخبطة من الموقع نفسه. والموقع بعد ما اتظبط للأسف ناس ما دخلتش تاني وأهملت الموقع، ما بدأتش قبل ما تسحب فلوسها اللي هي تتأكد فسحبت الفلوس. لكن للأسف الموقع لما اتظبط عدل البيانات اللي أنا قلت لحضرتك عليها، إذا كنت خارج الأولوية عدلها اللي هي داخل الأولوية، وإذا كنت داخل الأولوية عدلها خارج الأولوية، والناس دي سحبت الفلوس للأسف. يعني اللخبطة كلها من موقع الصندوق، وإن شاء الله الناس اللي قدمت تكون من نصيبهم، وأي استفسارات تحت أمركم، واشتركوا في القناة عشان لو في أي تحديث جديد نزل هننزل فيديو بيه.